السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. أكلة اقتصادية مش محتاجة غير 25 رغيف وبس، ونجربها وندوقها هتلاقي طعمها حلو قوي. اتعملت بطريقة بسيطة جدا، بصراحة أكلة تفتح النفس، أكلة تخليكي تقولي يا سلام على طريقتها وعلى طعمها. البصارة يا جماعة مع البتنجان المخلل، طريقة سهلة جدا، شايفة، من غير ولا نقطة زيت، خفيفة جدا، مظبوطة جدا، شطشطة جدا. طريقة البصارة ايه؟ طريقة البتنجان المخلل من غير ولا نقطة زيت موجود على قناة مطبخ أكلة وسهراية. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. الأكلة أكلة بسيطة والمقادير مقادير بسيطة جدا. طيب محتاجة ايه؟ محتاجة ربع كيلو من الفول المجروش بالشكل كده، مش منقوع ولا اي حاجة، يا دوبك هنغسله بس. ومحتاجة تشكيلة من الخضار، محتاجة بتنجان، ومحتاجة بصل، ومحتاجة ربطتين 2 من الخضرة، ومحتاجة فلفل وثوم وليمون. طيب اولا هنعمل ايه؟ اولا دول اكلتين 2، مقدارين 2 لاكلتين 2 مختلفة. اولا هنعمل الفول المجروش، ثانيا هنعمل البتنجان المتبل. انا عندي طريقة للبتنجان المتبل، مش بحب اقليها، بحب اسلقها في مية. بس ازاي اسلقها وهي ما تتأثرش وما تشربش مية؟ بسلقه زي ما هو. وكمان يا جماعة لما باجي اجيب البتنجان، بجيب البتنجانة المليانة علشان طعمها يكون فيها لحم، يعني لما اقليها او اتبلها يكون جواها فيها لحم، تخليني لما تتبل يكون طعمها حلو. شر البتنجان بس بالشكل ده كده. دي ميه لسليق البتنجان، بحب اطعمها او ابخرها. هضيف عليها نص معلقه من الملح، نص معلقه من الكاري، نص معلقه من الكركم، وهبدا انزل بالبتنجان اصغر من غطا الحله، وهضغط عليه كده علشان البتنجان يغلي ويستوي معايا. وزي ما قلت لك مش مفتوح علشان ما يشربش ميه. في حله تانية على النار هضيف ربع كيلو الفول بعد ما غسلته، وهنزل عليه ببصلتين 2 هقشرهم واغسلهم. بصلايه هقطعها مكعبات، فصين 2 من الثوم، فلفلايه خضراء هقطعها مكعبات. الخضره دي هغسلها واجهزها لحد لما الفول يبدا يدخل في السوا، هضيف عليه الخضره. كده الفول ما شاء الله يا جماعه دخل على السوا، شايفه استوى خالص ازاي؟ ما اضيفش الخضره مع بدايه سلق الفول عشان ما تسمرش، لكن لما بيدخل الفول على السوا وابدا اضيف الخضره بيفضل لونها اخضر. وهي دي البصاره على الطريقه المصريه الاصيله. هي كده استوت، هسيبها تغلي حوالي 5 دقايق وبعدين هطفي عليها النار وهنكمل الوصفه مع بعض. تتبيله البتنجان ده حوالي 4 قرون من الفلفل السبايسي، 6 فصوص من الثوم، طماطمايه حاولي ما تستغنيش عنها، بتدي سكاره وحلاوه مش طبيعيه، وده فلفل اخضر، عصير ليمونتين 2، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره. الكبه هتفرم الكلام ده كله، مش عايزاه ناعم، عايزاه مجروش. طبعا اللي متابع معايا الفيديو عارف ان البتنجان ده مش فاتحينه، بس هنفتحه بقى واحنا بنحشيه دلوقتي. يا جماعه يا جماعه حلو قوي. طبعا ما فتحناهوش، هقول تاني، علشان ما يشربش ميه وهو بيتسلق، لكن بيتقلي عادي جدا، حضرتك ممكن تفتحيه وانت بتقليه. اجمل طبق بتنجان غير ولا نقطه زيت تعمليه بالشكل ده، شايفه يا جماعه؟ بيتكلم عن نفسه وبيقول انا حقيقي استحق ان انا اتجرب بطريقه مطبخ اكله وسهرايه. متبل تتبيله وهم، لونه زي ما حضرتك شايفه،
بيوصف طعمه المشطشط وبيقول اجمل بتنجان مخلل ممكن تعمليه بمساعده مطبخ اكله وسهريه. طيب هنركن البتنجان وهنسيبه فتره من الزمن عشان يتبل. وهنبدا مع البصاره بعد ما استوت خالص. دي طماطمايه ما تصورتش، التليفون ما صورهاش، مع نص معلقه من الملح مع نص معلقه من الكمون. تستغنيش عن الطماطمايه عشان بتدي لها طعم دسامه. طبعا لو مش موجود الهاند بلندر فحضرتك هتستني لما يهدى خالص وبعدين تحطيه في الخلاط وتضربيه. طبعا لو وصلتي معايا لحد الفقره دي من الفيديو فما تنسيش تنوريني في القناه وما تنسيش تشتركي في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. فلسه فيها اجمل خطوه موجوده. 3 بصلات مقطعاهم جوليان رفيع بالشكل ده وهبدا احمر. البصل هيتحمر علشان اضيفه على وش البصاره. في تيست بقى هنعمله للبصاره بعد ما حمرنا بصل البصاره. ده البصل اللي هيتحط على وش البصاره. دي بصلايه صغيره خالص هنقطعها مكعبات صغيره في شويه زيت، مش هنحمرها لكن هنخليها تاخد تشميعه. يعني ايه؟ يعني تتبيله، يعني هدبلها، مش هخليها نيه ومش هحمرها. اضيف عليها شويه عوامل توديها في مكان تاني خالص. اوعدك انك لو جربتي طريقه البصاره على مطبخ اكله وسهريه، البصلايه بدبلها زي ما قلت لحضرتك، مش هحمرها خالص. هضيف على البصله دي ايه؟ نص معلقه من المرقه الفوريه، من الشطه اختياري، معلقه من الكمون، ربع معلقه من الكزبره، كل المكونات بالبهارات بالبصله هقلبهم بالشكل ده. يا سلام يا جماعه يا سلام. دي حله البصاره ضربناها بالهاند بلندر، هنضيفها على المكونات الجامده دي. استمتعي باجمل بصاره ممكن حضرتك تعمليها. هي مش محتاجه غير غلوه واحده بس. اول ما هنطفي عليها هنبدا نقدمها في الاطباق وهي سخنه علشان هتمسك مننا وهيبقى الوضع مش تمام. البصل مش هنضيفه على البصاره غير لما البصاره تهدى خالص. ده طبق البتنجان، اكله بصراحه اكله تستحق التجربه. هتهدى البصاره وبعدين هنزينها بالبصل. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.